بسم الله، من فضل الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم بنات. إن اليوم هذا الموديل أبو المسطرة طلبته من عندي. القماش حبايب مترين ونص، صوفية يعني اللبس بهيج وقت بهاري. هسه بالبداية راح نطلع الردن. هذه الردن تقريبا نص متر نطلع أو أكثر حسب القياس. هسه القياس عندنا احنا 3 إكس لارج، يعني شوية أكثر من نص ردن أو نص العفو متر، نص متر أو أكثر، لأن القياس قلت لكم 3 إكس لارج. انتو هم حسب القياس المطلوب من عندكم. هذا القماش المتبقي تقريبا مترين، أقل المترين طبعا. هو هسه احنا راح نخلي شنو الجهة الأمامية، لازم أكثر من الجهة الخلفية. هاي عندنا الظهر جهة الخلف 4 إشبار بالسنتيمات، تطلع عندكم 80 سنتيم. جهة الأمام عندنا تقريبا زيادة 10 سنتيم، يعني تطلع عندكم 90 سنتيم. هسه راح نطبق القماش 4 طبقات. قلت لكم هاي الزيادة مال المسطرة للجهة الأمامية. جهة الخلف عندنا تقريبا 4 إشبار حبايب 80 سنتيم. جهة الأمام انطيناها زيادة 10 سنتيم. هسه هنا هاي حفرة الردن، نزال حفرة الردن يطلع عندكم تقريبا 23 سنتيم. محيط الصدر 30 سنتيم، بس احنا انطيناه 33 زيادة، مجال انطيناه عرض وهم للخياطة على مود فد أصبع، لأن هي الزبونة حابة بعرض الموديل. وقياس 3 إكس لارج، فيطلع عندكم 33 سنتيم. حبايب الكتف 20 سنتيم. هنا نقص الموديل، هذا البدن حفرة الردن نطلع بيه على البرة عدل تقويسة حفرة الأبط. نتأكد هاي شبر و5 أصابع تقريبا يطلع محيط الصدر، وانطيناه زيادة. الزبونة حابة بعرض. تخصيرة بسيطة حبايب، تخصيرة بسيطة. نرجع مقدار فتر نقوس، نطلع عادل إلى نهاية البدن. الموديل تقريبا عدل حبايب، يطلع 4 إشبار، يعني موديل عدل مو كلوشة. هنا عندنا هذا شنو تقويسة بسيطة، لأن احنا ما مخصرين، ما يتذايل يعني عندنا من الجوانب، لأن ما بي تخصيرة قوية. هنا نقيس الطول الكلي للزبون المطلوب، الطول المطلوب من عندي. هاي عندي 135 الطول، فهذا زيادة انطيت وخليت مجال همين، انطيت زيادة فد أصبعين. تقويسة بسيطة، مقدار أصبع ونص أو أصبعين، لأن قلت لكم الموديل مو كلوش، عدل تقريبا، بس هاي على مود لا يتذايل من الجوانب، مقدار أصبع، شي بسيط يعني، بشكل مقوس. هسه هنا عندنا راح نحفر حفرة الصدر. طبعا ما نحسب حساب المسطرة، هذه مجرد شكل. طبقوها يلا تحفرون حفرة الصدر. حفرة الصدر نزال حفرة الصدر، طبعا حابيها مدورة، قصة التفاحة، مسبعة، الموديل اللي تحبوه، مربعة، كلها انتو حسب ما حابين الموديل، تشتغلوا بنفس الطريقة، مجرد القصة. تنزلون تقريبا من 16 سنتيم إلى 20 سنتيم حسب المطلوب من عندكم. عندنا هنا هذه النص متر طلعناه احتياط للردن. هسه هنا 3 إشبار الردن حبايب، مقدار بالسنتيمات تطلع عندكم 60 سنتيم، لأن القياس 3 إكس لارج. هاي 60 سنتيم. نطلع الزيادة دائما حبايب، الزيادة طلعوها من الجهة الما مفتوحة، الجهة الما مفتوحة، مو من الجهة المفتوحة، حتى تفيدكم تستخدموها تغليفة
انتو حسب ما، حتى ما يعوز عندكم القماش وتقصرون. هنا عندنا الردن عدله ذب، هنا 10 سنتيم هذا المعصم، والعرض مال الردن يطلع عندكم 25، انا انطيته زيادة 26 حسب القياس طبعا المطلوب من عندكم. 26 سنتيم مطيته زيادة شبر و4 أصابع تقريبا. نزال حفرة الردن هاي تطلع عندكم 16 تقريبا، تحبون تكبرون او تصغرون انتو براحتكم. هاي قرضة المنتصف، لازم تقرضون الردان. نطلع من المعصم بشكل مائل تقريبا، ونطلع على نهاية حفرة الردن، لأن قلت لكم الردن ذب وعدلة. هسه هنا شنو النيشن، هاي جهة الأمام الردن. دائما أنا أقول لكم جهة الأمام ناخذ بيها شوية، نعمق بيها مقدار، هسه ما عمقت حيل، نص أصبع. هاي جهة الأمام. عندنا هنا هاي الزيادة طلعناها من الردن، راح اخذ من عندها هاي مقدار شبرين. شنو هذا؟ جيب صفحة حبايب حسب الطلب، منها تقويسة بسيطة ونقرض المنتصف. هسه نرجع راح نسوي تغليفة للموديل. هذا اللي جهة الخلف الظهر، يعني هاي تغليفة كاملة على كامل حفرة الرقبة والكتف. تقويسة بسيطة، او تردون تخلوها عدلة براحتكم تشتغلون. هسه نرجع لجهة الأمام، هم نخلي لها تغليفة كاملة. طبقناها طبقتين. هاي المسطرة ما تنحسب حبايب، من تسوون التغليفة ما تحسبون حساب المسطرة، طبقوها يلا تسوون التغليفة، لأن هو المسطرة هاي مجرد شكل ما تنحسب ويا التغليفة. فهنا عدنا نفس القصة. أنا بالنسبة لي عادة أشتغل هالشكل، بس انتو خلوها لي جوا التغليفة وقصوا على حفرة الرقبة. حتى تطلع عندكم عدالة، ما تحسبون حساب المسطرة، تخيطوها وتقلبوها. هسه هنا عندنا هذا الشرح حبايب على مود المسطرة. المسطرة شنو لازم نكون بالمنتصف، مو رايحة على جهة اليسار أو جهة اليمين يصير أكثر، كون متساوية هنا عندكم جهة اليمين ويا جهة اليسار. المسطرة تصير بالمنتصف بالضبط. لما تجون تقيسون اليمنى ويا اليسرى يكون متساويات، فايش راح يطلع عندكم الموديل؟ لازم اليمنى أقل من اليسار، تطبقون اليمين أقل من اليسار، لأن راح ترجع الطبقة مال المسطرة على جهة اليسار، فتاخذ من جهة اليسار حتى تطلع عندكم متساوية الجهتين، جهة اليمين واليسار. لازم هالشكل حبايب، تقللون من جهة اليمين. هسه شوفوا لاحظوا بالكوي بالبداية اكبس المسطرة حتى انشنها، يعني على طول الموديل نكبس المسطرة بالأوتي وبعدين نثبتها بشريط لاصق. هسه نكبسها حتى نحدد مكان المسطرة. المسطرة مو بالمنتصف حبايب، مثل ما قلت لكم تقللون من جهة الأمام مقدار نصف أصبع، تعطون زيادة لليسار حتى تطلع المسطرة عندكم بالمنتصف، منتصف الموديل. لازم هالشكل. هسه هنا دخلنا الشريط أبو الوجهين اللاصق داخل المسطرة حبايب، وكبسناها حتى تثبت عندنا المسطرة على طول البدن. هسه بعد ما نفتحها نرجع المسطرة على جهة اليمين نثبتها. هاي المسطرة هسه رجعناها بعد ما نكمل الشغل. هالشكل حبايب راح ترجع على جهة اليمين وتشتغلون عليها دقم، الموديل الحابين دقم كبس أو دقم أي نوعية تختاروها. هسه هنا عندنا شغل المسطرة، راح أثبتها أنا. يصير تخيطون تثبتون عليها بس الدقم، بس أنا القماش لأن ثقيل فراح أثبتها. هسه خياطة المسطرة، هاي جهة الخلف حبايب وهاي جهة الأمام، راح تطلع عندكم بهذا الشكل. نجي هسه نسوي تغليفة الصدر، حفرة الصدر، ونثبتها بهذا اللاصق بالوجهين. إذا حابين عادي تثبتوها باللاصق
دائما تشتغلون بيه اللي يعجبكم، لاصق العادي. داخل الإبرة، داخل هاي الزوايا حبايب، دائما الانحناءات تثبتون الإبرة داخل القماش وتفروه حتى ما يروح من عندكم الخياط طالع، يجي عدالة. هاي حفرة المنتصف مال الرقبة هم نثبت الإبرة ودور القماش، فروها يعني حتى يجي الخياط عندكم عدالة. هنا وصلنا هاي الزاوية هم نثبت الإبرة بالقماش ودوروا فروه حتى يطلع عندكم الموديل عدل، عدالة ما بي خطأ. هسه هنا نجي نقرض هاي الزوايا حبايب، الزوائد قصوها. عندنا هنا هاي حفرة الرقبة الأمامية لازم نقرضها بهذا الشكل حتى من تجون تقلبوها ما تطلع عندكم مبوطة مجرورة تغليفة القماش. باعوا لاحظوا حبايب يطلع عندكم عدالة، ما أخذ راحته. هسه راح نرجع الخياط على البرة، نطلعه على مكان التغليفة على البرة حبايب. ثبته بخياط، تردون عادي تخيطوه قبل، يعني تثبتون التغليفة على البدن وتثبتوها من الخارج، بس أنا ما أريد خياط يطلع خارجي، فهذا خياط يطلع مخفي على الداخل. هالشكل راح تطلع عندكم التغليفة. هذا الخياط على الداخل حبايب، بتقدرون هالشكل تقلبوها قبل وتخيطون تدوسوها خياط، يعني يطلع عندكم خارجي الخياط، تثبتون بالتغليفة عادي. وهي بما أنه لاصق أبو الوجهين عادي تقدرون هم تكبسوها بالنورفة وتشتغلون تثبت، بس لازم لقط حبايب. التغليفة لازم تلقطوها تثبتوها بخياط لأن تنفتح بالغسل. هسه هنا عندنا الأكتاف، ربطنا الأمام ويا الخلف، كتف ويا الكتف، تغليفة على كامل حفرة الظهر والرقبة حبايب، والكتف كاملة يطلع عندكم الخياط مخفي. هنا نثبت الجهة الثانية من الكتف الأمام ويا الخلف، ونخلي فوقها تغليفة الظهر كاملة، الإبرة داخل القماش وفروه هالشكل. ورجعوا عليه دربين حبايب، لأن هذا الخياط المخفي مو بسهولة يتخيط إذا انفتق، فرجعوا عليه مرة الثانية. رحم الله من عمل عملا وأتقنه. هالشكل قصوا الزوائد، هاي الإذانات من نوع الزوائد قصوها وقرضوها، هم لازم تقرضوها. شلون ما قرضنا الأمام جهة حفرة الرقبة من الخلف تقرضوها وتقلبون التغليفة. هنا نثبتها خياط حبايب حتى ما تظل صاعدة ونازلة، ثبتوها. هنا كملنا هاي النتيجة حبايب، شوفوا لا مجرورة لا مبوطة، ماخذة راحتها. هذا الخلف خياط مخفي يطلع عندكم من الجهتين الأمام والخلف. عندنا هنا الردين هاي حبايب كفة عادية لأن هي ذا بعدلة حسب الطلب. هاي هسه نكف الردين حتى نشتغلها نربطها ويا البدن. هذا عندنا هنا البدن، راح نربط الردن. تأكدوا حبايب بالجهة الأمامية مثل ما قلت لكم احنا معمقين بيها ومنيشنيها، فتخلوها على جهة الأمام لا تنسون. أنا مخلين بيها نيشان الأمام ويا الأمام، الردن ويا البدن الأمامي. هنا الزوائد قصوها، رتبوا خياطكم، خلوا شغلكم نظيف. عندنا هنا موديل الردن بكبستين متلاقات يعني، بس مو تردون حابين تخلوها خرطة ناعمة عادي بكيفكم، تردون تخلوها عدلة هم براحتكم. هذا الشكل النهائي للردن حبايب. عندنا هنا بنستين وحدة مقابلة الأخرى، الشكل يطلع عندكم الموديل.
هنا نرجع نخيط الجهة الثانية. قصوها حبايب، خلوا خياطكم شغلكم مرتب ونظيف، ورجعوا على الخياط دربين. هنا هاي مثل ما قلت لكم البنسات، عندي بنستين يعني هاي بالمنتصف، منتصف حفرة الكتف، نهاية الردن، هاي الجهة الأمام ويا الأمام. نرجع درب ثاني حبايب، رجعوا عليه، تقنوا خياطكم. حبايب الموديل ببصمات بالصدر، تقدرون تلغوهن إذا ما يعجبكم بصمات، عادي براحتكم الشغل. هنا عندنا الردن، ثبت الردن الكفة تكون لا طالعة ولا طابة، وخيطوا ورجعوا على الخياط، قووا البدايات والنهايات حتى ما ينفتق. هالشكل. هاي حفرة الأبط هم قووها دائما من خياط الردن. حبايب هذا المقدار الفتر التأشيرة، هذا هنا حسب الطلب. هاي التأشيرة شنو؟ هاي مال جيب صفحة. الحابة تتعلم خياطة جيب الصفحة كتبولي بالتعليقات. هنا حسب الطلب الموديل بجيب صفحة أو جيب مخفي. نكمل خياط نهاية البدن. حبايب لا تنسون اللايك حتى تعم الفائدة إن شاء الله لأكبر عدد ممكن، ومن الله التوفيق للجميع، وأهدي ثواب هذا العمل لإخوان الشهداء الله يرحمهم، أحمد وأمير، يرحم أمواتكم وأموات جميع المسلمين. هاي بعد ما انتهينا من خياطة البدن، الجهة الثانية نفس الطريقة. الحابة تتواصل وياي على انستا نفس اليوزر أم أحمد فن الخياط. يقيسون الدقم بين دقمة ودقمة مقدار 10 سنتيم أقل أو أكثر بالفيتة حبايب، تنشنوها وتخيطون. الكمل عندنا الموديل بقى بس الذيال، هاي كفة الذيال حبايب، كمل الموديل. هنا حبايب البصمات، هاي بعد ما شكلناهن بالأوتي باللاصقة بالوجهين ثبتناهن يعني، هسه نشتغلهن خياط. حبايب هاي البصمة نمنم وبولك. شوف يعني لازم ترفعون الباية من تخيطون، لاحظوا شلون رافعة الباية، لأن هذا نمنم يتكسر بالإبرة ويكسر الإبرة. بس المكانات اللي ما بها نمنم عادي أنزل الباية. تردون تثبتوها باللاصقة وتخيطوها بيدكم أفضل يكون، لأن خياطها كلش صعب بالإبرة، لأن هذه قلت لكم نمنم يتكسر ويكسر الإبرة. إلا هاي ترفعون الباية وعلى كيفكم، المكانات اللي بيها نمنم تخطوها. هسه أنا مسرعة الفيديو. هذه البصمات حبايب بالبداية اشتغلوها أسهل لكم أبسط، كان ما متوفر عندي فكملت الموديل وخليت البصمات عادي مثل ما قلت لكم. ثبتتهن بالبداية، حددت مكانهن ثبتتهن باللاصقة بالوجهين، وهاي النتيجة حبايب. بقى بس الدقام، النتيجة النهائية للموديل. هنا الدقم بالأولشة حبايب، بين دقمة ودقمة تقيسوها مقدار 7 سنتيم 10 انتو واختياركم مسافة الدقمة. من البصمات مثل ما قلت لكم حبايب تثبتوها باللاصقة بالوجهين وتشتغلون. هنا عندنا الردن، هاي ذب عدلة، طبعا الخياط كله نظيف من الداخل حبايب مؤوفر. تنشنوهن البصمات باللاصقة بالوجهين تثبتوهن وتشتغلون. الأفضل تخيطوا إبرة وخيط، لأن عندنا هنا هذا نمنم حبايب يكسر الإبرة وهو يتكسر، إلا ترفعون الباية من تخيطون مثل ما وضحت لكم بالشرح. هنا عندنا تغليفة كاملة حبايب، الخياط مخفي، تغليفة كاملة جهة الخلف والأمام، يطلع عندكم الخياط مخفي، الكتف مخفي.
الموديل هذا عرضه حبايب، يعني يلبس 3 إكس لارج. راح لاحظوا عرض الردن، عرض البدن. هاي الردن براحتها، لا مجرورة لا مشنجة. هنا عندنا هذا الجيب الصفحة مثل ما قلت لكم حبايب. اللي حابة تتعلم خياطة جيب الصفحة تكتب لي بالتعليقات. هذا لاحظوا هنا مكانه بجهة اليمين. الخياط لاحظوا حبايب نظافة الخياط، لا مشنج لا مبوط، ما مبين. لاحظوا شلون الخياط مالته، لا مجرور لا مشنج، ولله الحمد. هذا هنا مكان جيب الصفحة. هنا هذا الردن عندكم بنستين مثل ما قلت لكم، كسرتين متلاقيات. تريدون تسووها خرطة ناعمة عادي انتو براحتكم تشتغلون. هذا عرض البدن حبايب، يطلع عندكم تقريبا 3 إشبار ونص. ومن الأسفل الذيال يطلع عندكم 4 إشبار، فد 4 إشبار و2 لأن القياس قلت لكم 3 إكس لارج. أنا مخصرته على الملكانة، الملكانة قياسها 38. ليلو أسود حبايب، حتى يبرز اللون حبايب على الموديل. طلع يعني اللون الأسود شوي قعد وياه، هاي الدقم لون الدقم لون البصمات والليلو. فيعني طل الموديل شكل مرتب ومريح للعين. لازم مساوية حبايب، المسطرة بالمنتصف. قلت لكم بالبداية مثل ما شرحت، تخلون جهة اليمين أقل من اليسار حتى تطلع عندكم المنتصف، لأن انتوا راح ترجعوها على جهة اليسار فتقل جهة اليسار. فمن البداية تقللون من جهة اليمين حتى تطلع عندكم مساوية الجهتين، والمسطرة تطلع عندكم قاعدة بالمنتصف بالضبط. تابعوا هاي الخطوات حبايب كلش مهمة. هنا ينتهي الفيديو، مع ألف سلامة، بأمان الله وحفظه حبايب.